أهلا بيكم في نونا تشانل، والحلقة رقم 45 من مسلسل وتر حساس والأخيرة. بتبدأ الحلقة على إن سلمى بتحاول مع وكيل النيابة إن هو يفتح ملف القضية بتاع ليلى تاني، وخصوصا بعد التسجيلات اللي سجلتها على عبد الرحمن وعلى كاميليا وعلى رغدة. لكن طبعا وكيل النيابة بيقول لها إن ده مش بيتاخد بإذن نيابة، فبتترجاه وتحاول معاه، وخصوصا إن قضية القتل ديت بتمس شرف أختها، فلازم إن هو بما إن في أدلة جديدة ظهرت إن هو يحاول يفتح علشان يظهر براءتها. وبالفعل وكيل النيابة بيروح علشان يتكلم مع الرتبة الأكبر منه، وبالفعل بيتوافق على فتح القضية للمرة التانية. وهنا بقى بيجي وقت الحساب، سواء كان واخدة بالسكوت، هي ما عملتش حاجة لكن سكتت عن الحقيقة، وعلى مازن وعلى كاميليا وكل الأدلة اللي مسحتها، فبتبقى أقصى عقوبة بتبقى موجهة لكاميليا، حتى على رغم إن هي ما كانتش قاتلة او مش هي اللي قتلت ليلى، الى ان الحاجات اللي خافتها اللي كانت هتظهر حاجات كتيرة جدا دليل لبراءة ليلى ديتها علشان خاطر اخوها. فبنبص نتلاقيهم كلهم موجودين في ساحة المحكمة، سواء كان ياسين او داليا ومامتها، وعادل بيبقى موجود، وابن عمه مختار ومامته، وبتبقى موجودة راغدة في القفص هي ومازن وكماليا، والقاضي بيبقى شايف كل المشهد ده قدامه، ونور الدين بيبقى محامي، ولما بيجي يتكلم مع القاضي بيقول انا كل مرة انا ليا سنين طويلة ما باخدش غير القضايا اللي انا متأكد فيها من براءة المتهمين، لكن للأسف لأول مرة بقف قصاد القاضي وبتكلم علشان ادافع عن ولادي، وانا عارف ان ولادي مذنبين مخطئين. بس اللي اقدر اقوله ليك يا ست القاضي ان مازن فعلا قتل ليلى، لكن هو قتل ليلى نتيجة لاندفاعه، ما كانش هو بيحبها جدا، لكن مشكلته ان هو مع العصبية وهو بيزقها فوقعت على الارض، فده ما اعتبرش قتل تعمد، هي جت فجأة وما كانش الموضوع موجود. فطبعا زي ما احنا قلنا امبارح ان القضية هتتحول مع مازن قتل خطأ، وعبد الرحمن بيتحاكم بموجب الشهادة الزور اللي هو شهد بيها، لان هو ما كانش الموضوع ده كده. لكن طبعا عبد الرحمن بعد ما بتتاخد شهادته وبيقولوا لعبد الرحمن انت عملت كده ليه، فبيقول انا اتضغط عليا من جميع الجهات وكاميليا ما خلتليش منفس انا ممكن اتصرف منه. وطبعا بيتمسك عبد الرحمن لان الجي بي اس اللي حطته سلمى لكاميليا بيقدروا من خلاله يقدروا يعرفوا كمان طريق عبد الرحمن، وبيتجاب في نفس الليلة، فكده بيبقوا كلهم في القفص. لكن أقصى عقوبة بتتعمل على كاميليا زي ما قلنا، لأنها ما اكتفتش بس إن هي تدافع عن أخوها، دي محت كل آثار ممكن تبقى قصاد ليلى، وضغطت على كل الشهود اللي ممكن يقفوا ضد اخوها، سواء كانت راغده بطليقها وانها ممكن فعلا يدوا عليها ميه نار وتعيش مشوهه طول عمرها، او عبد الرحمن انها ممكن تبهدله بعد ما تشال من النقابه، ان هي تفتح له القضايا القديمه والمشاكل اللي اتعملت له قبل كده. وكمان مازن بانها فضلت تقول له اسكت اسكت علشان ما تروحش، فضلت تهف فيه وتخوفه. وفي الوقت دوت بتظهر براءة ليلى، وكله طبعا بيفرح وبيحضنوا بعض، وبتبقى خلاص القضية كده بقت لصالح ليلى، وكله طبعا فرحان بان هي خلاص الحمد لله انها طلعت براءة، وان هي الموتة بتاعتها كل الناس فيها خدت حقها. اقصى عقوبة بتواجهها كاميليا، عبد الرحمن بياخد شهور فقط لان هو شاهد شهور زور، فالقاضي بيحكم له نتيجة طبعا لضغط كاميليا. ومازن بيتحبس اللي هي الفترة اللي هي القتل الخطأ. اما بالنسبة لسلمى بعد كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي ما بيكونش منها غير ان هي بترجع تاني لرشيد وبتعتذر له، بتقول له سامحني انا عرفت ان داليا هي اللي عملت كل ده علشان خاطر ما يحصلش مشاكل. فبيقول لها خلاص يا سلمى انا مش زعلان منك وانا مقدر الظروف اللي انت فيها. وبياخد رشيد ولاده، بيربيهم مع بنت كاميليا،
وفي الاخر كده هم كلهم بيبقوا عايشين سعداء، لان ليلى خدت حقها، وكمان داليا بتولد خلاص. فبتبقى دي اخر حاجة واخر فرحة في المسلسل. وبكده بتنتهي حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامة.